السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمس وأنا كنت على منصة تيك توك، أنا وأخينا الفاضل الشيخ عمرو الليثي والشيخ عبد الله المصري حفظهم الله. سألنا سائل يقول إن أنا ذهبت إلى راقي وقال بأن المس الشيطاني بيقسم إلى كل وجزء ودائم وطائف، يعني المس الشيطاني له تقسيمات فأحب أن أعلق على هذا الأمر لمنفعة الناس وليس للشهرة، باب الشهرة أو باب أنا لا أحب هذا الأمر، ولكن للتوعية للناس فقط لا غير. بارك الله فيكم. أولا، هذا التقسيم لا دليل عليه، هذا التقسيم لا دليل عليه. ثانيا، أن هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل من الكتاب وصحيح السنة. ثالثا، هذا التقسيم يفتح باب شر وكذب على الناس، حيث يلجأ الناس أو يلجأ الراقي إلى عجز في معرفة التشخيص. يعني الراقي عشان عجز عن التشخيص، فبدأ يقول لك ايه، اصل في مس جزئي ومس طائفي ومس كلي ومس مش عارف ايه ومس ايه، وطبعا بيعجز عن هذا الامر ومعرفة المرض. طبعا لن نسمع من احد من السلف قال بهذا التقسيم وما ترك السلف للخلف، وما ترك السلف للخلف شيء. ويقول أيضا الدكتور الشيخ الدكتور أحمد صباح حفظه الله: ونحن نسأل أين الدليل على هذا التقسيم المزعوم؟ أين الدليل على هذا التقسيم المزعوم؟ وكيف عرف هؤلاء أن المس ينقسم إلى هذه الأقسام، خصوصا وأننا نتكلم عن عالم غيبي؟ يقول المولى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. سورة الأعراف الآية 27. كما أنه أمر لا يدرك بالخبرة، يعني حتى لو تقول لي بالخبرة لا يدرك بالخبرة، والنتيجة أن المريض يبقى في حيرة من أمره، ويستمر في مراجعة العلاج، لأن الحالة قد تكون مس، وقد مس كلي أو جزئي أو دائم أو طائف، وهذا تلاعب بالحالة النفسية لدى المرضى أو الشاكي. أزيد على هذا الأمر، احنا كنا مجتمعين عند حالة ذهبت إليها، وهي بتتعالج من أسبوع، فطبعا بفضل الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله قلت لهم اذهبوا إلى الطب، هو الذي يشخص هذه الحالة. وأنا أعلم علم اليقين نوع المرض، فذهبنا للطب، ولكن رحمه الله وكان تشخيص كما قلت لهم. ندعو المولى عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة. يا جماعة بلاش ندخل في متاهات. الطب له احترامه، الطب له احترامه وتقديره،
وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حتى لا أطيل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.